رشيت في كل بصي اي حاجه ممكن حتى تشم ريحه الممبار ده انا كنت بعمل لها او برشها بالسبرتو، علشان انا بصراحه يعني احنا في غنى عن كده خالص. احنا اطفالنا لسه مناعتهم ضعيفه اساسا، او احنا اصلا مناعتنا ضعيفه، يعني احنا المفروض نكون كبار ونستحمل. ويا صلاة النبي، ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب يجعل لكم كلها خير وبركه، قولوا امين يا رب العالمين. اللهم يا مغير الحال والاحوال غير حالنا الى احسن وافضل حال. شفت الفيديو اللي فات بتاع تنظيف الممبار اللي انا عملته، اللي هو نظفنا الممبار بسرعه جدا بطريقه حلوه جدا جدا، وقلت لكم في الفيديو ده ازاي نشتري الممبار بالطريقه الصح وتاخدي حاجه حلوه جدا جدا ما فيهاش بقى اي تعب ولا اي امراض ولا اي حاجه. فكل اللي انا طالباه منكم يا بنات، حطوا لايكات كتير جدا، كومنتات، شيروا الفيديو لكل اصحابكم عشان الكل يستفيد، لان بجد الفيديو ده هينفع ناس كتير جدا جدا. تمام. بص، هو اول حاجه قبل ما نبدا خالص انا معايا الممبار. قبل ما اعمل اي حاجه انا بكون مجهزه الحاجه بتاعتي. انا كان عندي ليمون في الفريزر، طلعته في علبه، حطيته في شويه ميه مثلا يفكوا بسرعه. جنب مني الفلفل الاسود، جنب مني دي، جنب مني ملح، كل ادوات التنظيف اللي هنضيف بها الممبار معايا جنب مني، عشان مش هفضل رايحه جايه وده بقى تقعد تنقط، او حتى اغسل ايدي بالصابونه كل شويه راح اغسل ايدي عشان اجيب الملح، او اغسل ايدي عشان اجيب الليمون. لا، حاجتي تبقى جاهزه اول ما ابدا خالص. تمام. جبنا الممبار بتاعنا. بصوا انا بحكه بالسكينه كده، ده اللي هو من بره كده، من بره ده بيبقى نضيف برده مش فيه اي حاجه، بس انا برده بنحكه فيه كويس جدا. مثلا حاجات مش نظيفه برده تتشال. ساعات ممكن يجيلك مثلا عفار ولا اي حاجه من مكان الذبح، عفشايه، خشبايه، اي حاجه مكان التقطيع هنبص فيه. حته طينيه هنشيلها، اي زلطيه هنشيلها، اي حاجه ممكن تلاقيها هتبص فيه من بره هتشيليها. تمام. عشان الدهنه من الحاجات اللي لما تلاقي حاجه كده طايره جنب منها عفشه ولا اي حاجه تلاقيها مسكت في الدهنه كويس جدا، وتبقى لازم تشيلها بايدك. فلازم نركز في الحاجات ديت عشان احنا ناكل الحاجه كده واحنا لذيذه كده وجميله. تمام. فانا بروح جايه ماسكه الممبار كله في الاول، بروح جايه حكه حكه كده بسيطه، بحكه حكتين من فوق ومن تحت او من اليمين او الشمال يعني بالسكينه، وبعدين بشيله بحطه في الحله. في دهنه زياده بشيلها وبرميها، انما انا ما بصفش الدهنه كلها، انا بسيبه بالدهنه دي، لان الدهنه دي هي اللي بتطعم الممبار وبتطعم الرز بتاعي. انا بشيل الزيادات. تمام. في حته قشرايه زي حاجه بيضه كده رفيعه خالص ديت بكون مش مرتاحه لها، ممكن تشيليها. المهم انا هعمل كل الممبار بتاعي بالطريقه ديت. وطبعا انا بكون محضره كيس، يعني عزكم الله، كيس للزباله بحطه جنب مني، علشان مثلا اطلع فيه الزباله، اطلع فيه دهنه مش عايزاها، اطلع فيه اي حاجه احطها فيه، لان الحاجات ديت لما بتبقى كتير بتكتم الحوض او تكتم الصرف عندك. فاحنا في غنى عن كده خالص. اي زوايد بتشيليها وترميها على طول. تمام. بصوا بقى يا بنات، هو اي حاجه فيها الصالح وفيها الطالح. تمام. الطماطم، في طماطم تبقى صالحه وحلوه وجميله وحمراء ومرده، اللي هي طماطم التفاح دي، وفي طماطم بتبقى طريه وبيضه وبتبقى ممكن تبقى حلوه بس مدوده فيها حته دوده كده نخرها شويه. اي حاجه برضو الكوس، البتنجان، الفلفل، اي حاجه زي ما في حاجه حلوه في حاجه وحشه. هنا برضو زي اي حاجه في الدنيا، في الحلو والوحش، برضو في الممبار في الحلو والوحش. في الممباره الناعمه السرحه اللي انا عملتها معاكم في الفيديو اللي فات، وفي الممباره اللي انتوا هتشوفوها في ايدي دي. طيب، هتشوفوا الممباره دي عامله ازاي هقول لكم، بس حطوا لي لايك يا بنات كده، شجعوني كده ونعنش الفيديو باللايك بتاعكم. بصوا بقى، انا بعد ما شلت الدهنه الزياده او الحاجات اللي انا مش حباها في الممبار خلصتها خالص، انا بروح جاي حاطه مثلا في الحله دي. تمام. هنيجي بقى لقلبة الممبار اللي هو القلب من جوه. انا بروح جايه تاني الحرف من جوه وافتح الميه وبينزل لوحده بكل سهوله، ولا بحتاج بقى معلقه، ولا بحتاج مش عارفه العصيان ولا الحاجات اللي انا بشوفها في الفيديوهات الغريبه دي. هو بينزل بكل سهوله. بس لما بلاقي بقى اللي هي الممباريه طويله خالص كده، انا ما بحبهاش بصراحه، بروح جايه اقطعها عشان تبقى سهله في التنظيف واعرف اتحكم فيها بدل ما تبقى كبيره كده معايا. تمام. بصوا بقى، طبعا احنا عارفين الماسك ده، عايزه اقول لكم لو الفتحه بتاعت الماسك دي اضيق شويه هلاقي الدنيا عمليه سهله معايا وبسيطه، وعايزه اقول لك بينظف بسرعه جدا جدا جدا. مش عندك الماسك ده، طبعا باي حاجه مثلا حرف السكينه، بس الحرف اللي هو مش اللي احنا بنذبح بيه او بنقطع بيه، لا الناحيه التانية عشان يبقى تخين شويه فما يجرحليش الممبار بتاعي او يقطعه. وهحك برضو الممبار بكل سهوله، مش محتاجه ان انا احط الممبار بتاعي على الرخامه او على ارضيه الحوض بتاعي واقعد احك، لا، وانا ماسكاه كده بحكه رايح جاي وخلاص. بتعملي بقى مرتين 3 لعند ما تشوفي ان هو نضف معاكي وبقى تمام. طيب، انا ممكن يكون في جزء كده فلت مني وانا بملى الممبار بتاعي بالميه، ممكن اشوف الحته اللي انا مثلا مش حكيتها ولا اي حاجه، بحرف السكينه بالراحه وهو مليان ميه بحكها بتنضف معايا بكل سهوله.
بصوا بقى، وانا عماله انضف الممبار انا لقيت حاجات زي حبوب كده، حاجات عاليه. انا اول ما مسكت الممباريه الحرف من فوق، حتى انتوا تاخدوا بالكم في الفيديو، لقيتها عاليه كده. ايه ده؟ انا مسكت، انا بصراحه اول مره اشوف المنظر ده. انا دايما اشوف الصور على الفيس تمام، والاقي الكومنتات ده عنده السل ولازم ترميه ومش عارفه، لازم تعقمي الحاجه بتاعتك اللي انت نضفتي بيها، يا اما ايه تستغنى عنها. فبصراحه انا برضو مش عارفه، انا لاقي حاجه عاليه كده انا عماله اضغط عليها، ايه العالي ده؟ مش عارفه اقلب الممبار اشوف ايه دي. برضو مفيش حاجه، الممبار من بره حلو، بس الحبوب دي من جوه، من قلبها من جوه. بص عماله اقلب اشوف ايه، يمكن مثلا حته زلطايه، يمكن حته طوبه، حته عفشه، اي حاجه. انا مش لاقي حاجه، وحبايه يعني مدوره كده متساويه، مش حاجه مثلا زي حته عفشه كده عريضه مثلا او نازله بخط كده، لا ده هي مدوره كده مدملكه. المهم انا قعدت احك برضو، انا لحد دلوقتي القلب انا مش فاهمه ايه ده. تمام. المنبر ده انا عيل لحد كان جايبهولي، وكان جابه للناس قبل كده قبل مني بيوم بالظبط، كان المنبر بتاعهم حلو سبحان الله. جه في حظي انا والمنبر بتاعي ده كان محبب. هو طبعا ممكن تكون حاجه غصب عن الراجل، لان هو ما يعرفش ايه اللي جوه او في بطن الذبيحه دي بطنها ايه. بس حاجه زي كده لا، احنا المفروض نستغنى عنها تماما. هو اي نعم المنبر غالي ب120 جنيه، وكل مكان غير التاني طبعا، ممكن يكون اغلى وممكن يكون اقل في مكان تاني. فبصراحه لما اجيب مثلا كيلو منبر ب120 جنيه وارميه، يعني يعتبر رميت 120 جنيه في الارض، حرام. آه ممكن يكون جزار بس مش واخد باله، ففي الحاله دي ممكن تعرفيه ان المنبر مثلا طلع محبب. يا اما بقى ممكن الجزار يكون هو قاصد وبيحولك، فاهماني؟ يا اما بقى ممكن تلاقي في وسط مثلا الكيلو بتاعك حلو، تلاقي يروح جاي حاطط لك مثلا منبرتين او شريحتين طوال كده، او شريحه طويله يكون فيها ايه محببه. فناخد بالنا كويس جدا جدا. بصوا يا بنات، انا بعد ما نضفته انا لقيت المنبريه كلها محببه بالشكل ده كده، الحبوب يعني باينه، واقلب فيها من بره مفيش حاجه، الحبوب من جوه. المهم هي ده مش مرض السل، لان انا لما كنت بلاقي على الفيس الاقي كل الناس ده السل، وهتتعبي وهتتعبي ولادك معاكي، ولازم ترميه فورا، لازم تخلصي منه فورا، ولازم تخلصي من الحاجه اللي انت نضفتي بيها، والكلام ده كله. عايزه اقول لكم انا خفت بصراحه منه، انا عماله احك ايه ده ايه ده، انا معرفش ايه ده. المهم ايه، حد قال لي ايه ده، انت شيليها بالسكينه وقطعها وارميها وعادي خالص. ابص لقيت كل المنبار عندي بالطريقه دي. طب انا المنبار بتاعي لما باجي اقطعه او اشيله بالسكينه الاقيها بتضعف، فهلاقي المنبار كله اتفرقع معايا، وانا خلاص انا يعتبر بسلق رز. تمام. فانا قلت لا انا مش عايزاه وخلاص. المهم ده طلع ان بطن الذبيحه بطنها من جوه فيه دود، ان كان في المنبار او اي حاجه، بس فيها ديدان، فالديدان دي هو اللي بيعمل كده. فاحنا هنعمل ايه لما نيجي نشتري المنبار زي كده؟ انت بتمسكيه وتضغطي عليه بايديكي كده بين صوابعك كده، لو لقيتيه ناعم معاكي يبقى المنبار بتاعك حلو، لقيتيه محبب يبقى المنبار وحش ومش تاخديه. فانت هتختبريه وانت عند الجزار، هتاخدي المنبار منه وهتمسكي بين صوابعك كده وتلفيه كله بين صوابعك، لقيتيه املس معاكي وناعم معاكي خديه وانت مطمنه. لقيتيه محبب في الحاله دي ترجعيه وقولوا له انا مش عايزاه. لان بصراحه بنات، هو لو حتى غصب عن الجزار مش واخد باله او اي حاجه، بس ال120 كتير علينا ان احنا نرميهم في الارض. لو الذبيحه مثلا فيها دودة او المنبار بتاعي محبب بالشكل ده، لازم يترموا فورا، عشان دي تعب. احنا يعني الدنيا اساسا من غير اي حاجه، حبه هوا لو عدوا في الشارع كده في وشنا الواحد بيتعب بيبرد من اي حاجه، من اقل حاجه. فاحنا في غنى عن كده خالص، فاحنا هنشيله هنرميه. تمام. محدش يستغرب ان انا لسه مكمله في تنظيفه، بس انا بصراحه خلاص انا استغنيت عنه كده وشكرا. يلا الحمد لله على كل حال. عايزه اقول لكم انا بعد ما خلصت والله العظيم ولميته وكده، جبت سبيرتو اللي هو الكحول، وقعدت رشيت بقى على الحوض، ورشيت على الحله، ورشيت بقى على السكينه والماسك والحنفيه وكل حاجه، وقعدت ارش في ايدي كتير، ورشيت في كل بصي اي حاجه ممكن حتى تشم ريحه المنبر ده انا كنت بعمل لها او برشها بالسبيرتو، علشان انا بصراحه يعني احنا في غنى عن كده خالص. احنا اطفالنا لسه مناعتهم ضعيفه اساسا، او احنا اصلا مناعتنا ضعيفه، يعني احنا المفروض نكون كبار ونستحمل اي حاجه. لا انا الحمد لله من يومين كان عندي سخونيه ونايمه في السرير، فلا احنا في غنى عن كده خالص خالص. فعقمنا الحاجه بتاعتنا كويس جدا، غرقت الدنيا كلها صابون، وفي الاخر بقى رجعته تاني في اكياس ورجعته. تمام. نخلي بالنا بنات، شيروا الفيديو لكل اصحابكم، عشان لو لقينا مثلا المنبر محبب او اي حد ما يعرفش ياخد باله كويس جدا جدا. وبالنسبه لنا كده خلصت الفيديو النهارده، يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. هستنى طبعا رايكم في الكومنتات، واللي ما شافش فيديو تنظيف المنبر الفيديو هو قبل ده بفيديوهين او 3 شوفوه هيعجبكم جدا جدا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على الف خير، مع الف سلامه.